اصدقائي وحبايبي عشاق الفسيخ والرنجة، يلا بسرعة تعالوا اتفرجوا على الفيديو ده. هعمل لكم فيه طريقتين للفسيخ وطريقتين للرنجة، انما ايه حاجة كده فوق الخيال، هتاكلوا صوابعكم وراهم. يلا تابعوني وان شاء الله الفيديو ينول اعجابكم. اللي ما اشتركش في القناة ما تضيعوش الوقت، اشتركوا الوقت حالا علشان تشوفوا اكلتي الجميلة النهاردة اللي ريحتها طالعة ومفحفحة. واللي بقى مشترك يعمل لي لايك وكومنت ودلعوني بقى يا جماعة، احنا في العيد يعني مش معقول كمان في العيد وما تدلعونيش. مش هطول عليكم حبايب قلبي. طبعا اكلتنا النهاردة اكلة الملايين من الشعب المصري، بيموتوا في الاكلة دي. طيب نبذة بسيطة عن الفسيخ. الفسيخ يا جماعة مش اكلة مستحدثة او قريبة او من سنين قريبة فاتت، لا ده الفسيخ اصله من ايام قدماء المصريين، من ايام بالتحديد الاسرة الخامسة. كانوا بيجيبوا السمك ويملحوه بالملح ويدفنوه في الرمل، يعني يلفوه كويس بطبقات بقى كده من الورق بقى او ايا كان بقى الاقمشة، او المهم يلفوه لفات كتيرة كده ويدفنوه في الرمل. يقولك سخونية الرمل بتخلي السمك يستوي. وليه سموه بقى فسيخ؟ لان بيقولك اللحم بتاعه بيتفسخ، يعني بيسيب بعضه او يعني ايه بيبعد عن بعضه، يعني المهم زي ما يعني سوري يعني حاجه تتفسخ او تتكسر او ده كده، يعني اللحم بتاعه بيتفسخ من بعضه او بيسيب الانسجه بتتقطع يعني من بعض عشان ايه يستوي. ومش بس كده، عشان كده سموه الفسيخ، يعني يتفسخ فسموه الفسيخ. ومش بس كده، ده كمان كانوا بيقدموه قرابين للآلهة في الوقت ده. يعني طبعا كانوا بيجيبوا حاجات ويذبحوها ويقدموها قربان للآلهة، ومن ضمن الحاجات اللي بيقدموها الفسيخ، لأن كانت من الأكلات المفضلة. فطبعا أكلات مفضلة عند الشعب الفرعوني في الوقت ده، فبالتالي ايه بيقدموها للآلهة، بيقدموا أحسن حاجة يعني هم بيحبوها للآلهة. ده حكاية ايه بسيطة. وغير كده يعني اللي عرفنا الكلام ده ايه، هيقول انت بتألفي ولا بتقولي اي كلام؟ لا طبعا، انا قبل ما بقول اي معلومة ببقى يا اما قارية عنها يا اما سامعاها كويس، يعني في برامج او فيديوهات يعني على اليوتيوب. فبيقول لك كانت السمكة البوري، الفسيخ ده اصله سمكة بوري، كانت مرسومة على أعمدة المتاحف وجدران المعابد بتاعت قدماء المصريين. وهي اللي عرفتنا انهم كانوا فعلا بيفسخوا السمك او بياكلوا الفسيخ ويقدموا كمان قرابين للآلهة. يبقى دي نبذة بسيطة عن الفسيخ. طيب قبل ما اقول لكم بقى هنستخدم كذا وكذا المكونات كالعادة، لا هنبدأ على طول ان احنا ننظف السمك بتاعنا الفسيخ والرنجة، وبعد كده نبدأ في الطرق الايه الجميلة البسيطة اللي انا جايبها لكم النهاردة. ها تبدأوا بالفسيخ ولا الرنجة؟ ها ماشي، الرنجة. هنبدأ بالرنجة. انا عندي كده سمكتين رنجة، يعني طبعا على حسب برضو العدد عندك، يعني السمكتين رنجة دول يكفوا من 3 ل4 اشخاص على حسب ايه، على حسب الشهية يعني، لان مفيش حد هيقدر يكمل سمكة رنجة كاملة. طيب نبدأ على طول يا حبايبي وننضف الرنجة. اقطع راسها واقص الاشواك بتاعتها كأني بنضف سمكة بالظبط. يعني في ناس تقولك طب ليه ما انت كده كده هتشيلي الجلدة؟ انا معرفش، انا نفسيا ببقى عايزة ايه انضف السمك، ما يبقاش فيه زعانف، ما يبقاش فيه حاجة تشوكني وانا شغالة، فبشيل ايه الجناب ديت. تمام. وهي ايه يعني ما فيهاش شوك كتير، يعني هي جلدها ناعم جدا، جلدها ناعم اهو يا جماعه، وما فيهاش اشواك. الاشواك الزعانف اللي على الجنب دي وهنا وهنا خلاص ايه شلتها. اعمل التانية برضو زيها عشان ننجز وقت. طبعا السمك الرنجة معظمه مبطرخ، 90% من السمك الرنجة مبطرخ. وده السبب ان عدد الذكور في سمكة الرنجة مقارنة بعدد الاناث بتبقى في حدود من 1 ل100، يعني بين كل 100 سمكة انثى او نتاية يعني بتبقى قصادها سمكة واحدة ذكر. علشان كده معظم السمك الرنجة
تلاقيه مبطرخ. طيب كده انا قصيت خلاص الزعانف. ابدا بقى ايه اقص بالراحه كده، مش اغرز المقص كده، لا، على ايه، على الطرف كده، على السطح كده بتاع الجلد. ادخل المقص واقص بالراحه. وده ليه؟ علشان احتفظ بالبطروخ بتاعي سليم. اكمل قص كده من هنا اوصل للديل. اقص الديل، انا مش محتاجاه في حاجه اهو كده، بحيث افتح السمكايه كده اهي. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شوفوا يا جماعه البطروخ. انا طبعا بشتغل بايدي، في ناس بتشتغل بالجوانتي، بس انا والله حاولت ما بحبش ولا بعرف اشتغل بالجوانتي اهي. شوفوا البطروخ بتاعها ده، البطروخ الجامد اللي هو المحبب. ارصه كده لان هنعمل دلوقتي سلطه بطارخ وهظبطكم. شوفوا البطروخ وجماله، بسم الله ما شاء الله. طيب اشيل بقى سلسله الظهر. شوفوا اتشالت في ثانيه، في ثانيه اهي سلسله الظهر. واحاول بقى ايه اشيل الاشواك اللي على الجناب دي. طبعا انا فرشه النهارده مفرش خفيف اللي هو ايه بيترمى، علشان لو استخدمت اي مفرش ولقط ريحه من الفسيخ او الرنجه هيبقى حتى لو اتغسل هيبقى برضو لقط الريحه دي. شوفوا الشوك بتاعه يا جماعه، بتنطر شوكها كده ايه بسهوله يعني. اهي الشوك اهو بيطلع في ايدك كده بسهوله. خلاص. ولو في حته جلده كده ولا حاجه من الاطراف برضو ايه انا مش محتاجاها تقصيها. وابدا بقى ايه اسلخ الرنجايه بتاعتي بالمعلقه كده بالراحه، واطلع ايه اللحم اللي فيها، يعني افصل الرنجه عن الجلد. اهي الجلد اهي يا جماعه اهي. خلاص دي انا مش محتاجاها برميها. وطبعا بعمل كده برضو في الجزء التاني اهو، اشيل الشوك. تمام. طبعا في ناس مبتدئه جدا على فكره، يعني في ناس تقول لي انت بتعملي ايه؟ طب ما اللي انت بتعمليه كلنا بنعرف نعمله. لا والله ما كلنا بنعرف نعمله، ده في ناس بتفاجئ بالطريقه او بالحاجه دي يعني. وبنات ومتجوزين على فكره، يعني بنات عرايس وتلاقيها ما هيش عارفه حاجه في اي حاجه. وده طبعا عيب على الام. يعني الام لازم تعود بنتها يعني تعمل حتى الاساسيات، يعني على الاقل يبقى شكلها قصاد حماتها وقصاد اهل جوزها شاطره، بنت شاطره كده يعتمد عليها، مش تبقى سوري يعني في الكلمه بنت خايبه او بروطه او كده. بس لازم البنات يتعلموا الاساسيات دي. فانا يعني يعني واحده والله يا جماعه بتقول لي انا بعتبرك كده زي امي وانا واقفه مع امي في المطبخ، لان انت بتقولي الطريقه بالتفصيل وما بتبخليش بالمعلومه، يعني بتقولي لنا حاجات ومعلومات احنا اول مره نسمعها. وواحد تاني برضو زميلي بيقول لي انا بجيب مراتي بقول لها افتحي القناه بتاعت الباشمهندسه مها وتعلمي منها واعملي معاها خطوه خطوه، يعني هي ست ومتجوزه وكل حاجه، بس بيقول لي سوري يعني خايبه ما بتعرفش تعمل يعني الاكلات والوصفات والحاجات دي. فبيقول لها افتحي قناه المهندسه مها وتعلمي منها. فدي حاجه يا جماعه بتبسطني جدا لما حد يعلق لي كده تعليقات حلوه تفتح النفس. دي حاجه والله العظيم ما تتصوروش بتدخل الفرحه على قلبي قد ايه. يعني عارفين بحس ان انا تعبي ده بفايده، لان انا بتعب في الفيديوهات دي جدا. ربنا اللي عالم التحضير بياخد وقت قد ايه، المعلومه اللي بجيبها بتاخد مني وقت قد ايه. تمام. فمجرد ان انا اسمع كلمه حلوه او حد استفاد مني ده في حد ذاته يعني اكبر مكافأة ليا والله العظيم على مجهودي اللي انا بعمله. شوفوا البطروخ يا حبايبي، لا وحظكم السمكتين ما شاء الله. البطروخ بتاعهم اللي هو الجامد. طبعا البطروخ الجامد ده اللي هو المحبب ده المخرز، بيقولوا عليه المخرز.
ده افضل من الطري اللي تحس ان عامل زي اللحمه كده، عامل زي اللحمه الطريه كده، لكن ده المحبب اهو ما شاء الله. ارجع لكم تاني بعد ما نخلي السمكيه دي. ادي يا جماعه شكل الرنجه بعد ما فصصناها. نسيبها بقى على جنب عشان نشوف هنستخدمها ازاي. طيب عندي بقى فسيخه محترمه كده كبيره وجميله بسم الله ما شاء الله، وريحتها طالعه كده، الله الله، ريحه مهففه وجميله. هبدا بقى ايه انضفها، برضو نفس الوضع. هنضفها الاول كاني بنضف سمكه اهي. اقص الزعانف، لان الزعانف دي لو ما تقصتش ممكن يعني تضايقك انت وانت بتنضفيها اهي كده كده. هو الديل بس اللي بسيبه مؤقتا. خلاص كده. اجيب بقى معلقه وابدا اشيل القشر بتاعها ده. السمكية طرية في ايدي وجميلة، ده دليل انها مستوية وزي الفل. شوفوا عاملة زي الملبن في ايدي. خلاص شلت كده القشر اهو ما شاء الله، بقت ناعمة وجميلة اهي. طيب اغسلها غسلة تحت الحنفية علشان لو في اي قشور لازقة فيها تتشال على طول تحت المية اهي. السمكية يا جماعة معانا بعد ما غسلتها وناعمه اهي ما شاء الله. ابدا بقى ساعتها اقص الراس وافتح البطن، افتح السمكيه للاخر واقص الديل. بسم الله اللهم بارك. بالمعلقه كده وابدا اسحب البطن، المصارين بتاعه السمكه اهي. والناحيه التانيه برضو. الريحه بتتحدث عن نفسها بجد، يعني اللي يشم الريحه بقى اللي بيحب اصلا الفسيخ يبقى بقى هيتجنن بقى على انه ياكل الفسيخه دلوقتي حالا. اهي ابدا بقى اخلي الايه السلسله بتاعت ايه السمكه اهي بايدي كده، وايه واحاول لو في لحم ما طلعش اللحم معايا. شايفين يا جماعه السمكيه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. شوفوا اللون البامبا الجميل وريحتها في منتهى الجمال. طبعا لو انت حاسه بريحه غريبه او مثلا اللحم دوت غامق او كده طبعا ما تاكليش السمكيه، اكيد هيكون فيها عيب. طبعا في فرح في الشارع ما شاء الله، ربنا يكتر الافراح، فهو اللي عامل دوشه. فهخلي السمكه من الشوك يا جماعه، هخليها من الشوك، اطلع الشوك كده وارجع لكم تاني يكون الزفه اللي تحت دي خلصت. طبعا دي الرنجه بعد ما اخلتها، ودي الفسيخه اهي، والبطارخ ما شاء الله الاربع بطارخ اهم تمام. ومعايا بقى حاجات كتير جميله كده تحابيش كده. طبعا البصل الاخضر اساسي، معايا جزرايه كبيره كده مبشوره، معايا حوالي ليمونتين ونص معصورين عصير ليمون، فلفل كده اخضر واحمر، وفي فلفلايه حراقه فيه عشان تدي سبايسي كده جميل في الوصفات بتاعتنا. ومعايا كام عود كده بقدونس بمقام 3 معالق كبار بقدونس مفروم. ومعايا طماطمتين كبار متقطعين قطع صغيره، وقلب الخاصه، عارفين الخاصيه، تجيبي قلب الخاصه وتقطعيها برضو ايه قطع كده ايه صغيره
ومعايا كمان فلفل احمر واخضر متقطع قطع صغيره. طيب هنبدا اول حاجه نعمل سلطه البطارخ. طيب معايا كده الميكسر، هحط فيه، هعمل كده خلطه كده في الاول هنستخدمها في اكتر من حاجه. الفلفل اللي عندي ده اللي هو الاخضر واحمر، ولو عندك فلفل اصفر كمان ماشي ما يضرش، بيبقى جميل برضو. تمام. وهحط على الفلفل بصلايه، هاخد بصلايه كده او بصلتين اقطعهم اهو. البصل بتاعي اقطعه كده قطع على الفلفل، والجزر ده برضو هضيف جزء منه كده هنا، واحط عليهم شوية خل، يعني حوالي مثلا معلقتين كبار خل. وطبعا يا جماعة الخل بيقتل اي ميكروبات او جراثيم ممكن تكون موجودة في الحاجة اللي قصادك، يعني فوائده عالية جدا الخل. علشان كده بنغسل بيه الفراخ او البط او ايا كان الطيور قبل ما بنطبخها، بنغسلها كويس جدا بالملح والخل. هنحط كده حبة خل وزيت زيتون برضو، حوالي معلقتين كبار زيت زيتون. وهضرب بقى الخلطة بتاعتي دي، هضربها ضربة كده الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. اضيف ليها كمان حبة عصير ليمون. اخد شوية من الخلطة دي عشان هستخدمها بقى في وصفة من الوصفات اللي معايا النهاردة، يعني قيمة كده ايه معلقتين كبار. واقوم حاطة على الكمية اللي اتبقت عندي البطارخ اللي عندي كلها مرة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. واديها ضربة حلوة كده بالخلاط. وبعد ما ضربتها كده يا جماعة اقوم مزوداها معلقة طحينة، يعني معلقة كده ايه مليانة طحينة. وكده اول صنف عندنا بقى جاهز اللي هو سلطة البطارخ. بسم الله ما شاء الله. اضيف ليهم بقى يا جماعه بعد ما اتعملوا كده في الخلاط اضيف ليهم حبه خس، قيمه معلقتين كبار كده ايه الخس المفروم ده. وطبعا لو عندك كباتشي ماشي شغال. بسم الله ما شاء الله. تتاكل بالعيش بقى دي خرافه. ادي اول صنف معانا سلطه البطارخ. طيب تاني حاجه هنعملها مع بعض الرنجه. هنقسمها جزئين. الجزء الاولاني هحط عليها الخلطه اللي طلعت من سلطه البطارخ اللي قلنا عباره عن بصل مفروم، ومعاه الفلفل الاخضر والاحمر، ومعاه حبه زيت زيتون، حبه خل، عصير ليمون. تمام. واقوم حاطه عليها شويه بقدونس مفروم، قيمه معلقه كبيره. تمام. وحبه طماطم برضو معلقتين كده طماطم، ومعلقه كده جزر
مبشور، وازود بقى عصير الليمون شويه، معلقتين اهم كمان. تمام. واخد بقى نص كميه الرنجه دي واقطعها قطع كده. طبعا لو قابلك شوك كده وانتي شغاله برضو ايه تشيليه، لانك مهما شلتي برضو ايه وارد ان انتي تلاقي ايه شوك. الله، خلطه في منتهى الجمال، حاجه بصراحه تفتح النفس. وممكن ازودها شويه زيت زيتون. ودي تاني صنف اهو معانا. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال. طيب بعد كده كميه الرنجه اللي باقيه اهي هقطعها برضو بالمقص عشان لو فيها قطع كبيره. هحط لها معلقه طحينه وحبه عصير ليمون ومعلقه طماطم واقطع عليها يعني بصلايه، بس ايه قطع كده ايه يعني قطع كبيره شويه. بس كده واقلب. بسم الله ما شاء الله، ادي الصنف الثالث معانا النهارده. يبقى كده خلصنا الرنجه بايه باصنافها. ادخل بقى على الفسيخ. بسم الله ما شاء الله. اجيب شوكه لان الفسيخ محتاج شوكه فابدأوا بيها. افدغ الفسيخ عشان لو في قطع كبيره برضو كده تبقى معايا سهله. احط له معلقه بقدونس، معلقه الجزر المفروم عندي اهو، طبعا الاساسي الليمون، بقيت الليمون اللي معايا، نقطه خل عشان قلنا الخل بيقتل الجراثيم لو في اي ميكروبات او جراثيم. معلقه كبيره كده خل، معلقه كبيره زيت زيتون، حبه فلفل الوان، معلقه طماطم برضو ما يضرش، وحبه الخس برضو ده ما شاء الله. الخضروات دي يا جماعه يعني بتدي طراوه كده للاكل، وطبعا الفايده الغذائيه بتاعتها عاليه جدا، وبتمص نسبه الحدوقيه، لان انت بتاكلي فسيخ ورنجه يعني ايه نسبه الملوحه فيها عاليه، فلازم تاكلي الخضروات جنبها اللي هو الخيار والخس والطماطم.
والفلفل. بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعه الريحه طالعه في منتهى الجمال، وحاجه كده تفتح النفس بجد. بس ده تالت طبق، ده رابع طبق يعتبر معانا النهارده. نظبط كده الدنيا وارجع لكم تاني. ودي يا جماعه كانت اكلتنا النهارده، احلى اكله، حاجه خرافه تفتح النفس. طبعا الطبق الرئيسي بتاعنا اللي هو استاذ فسيخ الجميل بتاعي ده، بالخلطه الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض. ومعانا كمان سلطه البطارخ الروعه، طعمها مش قادره اقول لكم هو جميل قد ايه. ومعايا طبعا الرنجة عملتها بمكونين، يعني مكون يعتبر زودت عليه طحينة شوية، والطبق التاني يعني الطحينة فيه اقل، ومكونات تانية بقى زي ما عملناها كده مع بعض صنفين. وطبعا اساسي البصل الاخضر معايا، وشرايح بقى كده طماطم، وطبعا الخيار الجميل الصغنن بتاعي العسل ده النهاردة، والعيش الطازة اللي لسه جاي من الفرن، وحاجة ساقعة، وبالهنا والشفا. طبعا ما اقدرش اختم الفيديو الا لما ادوق معاكم. بسم الله ما شاء الله. هبدأ بسلطة البطارخ، حاجة كده بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، روعة. مكملين مع بعض الفسيخ. يعني مش قادرة استحمل. ابلع. لازم ادوق كل الاصناف. الله على الجمال. بالله عليكم يا جماعه، لو جربتوا الطريقه دي وعجبتكم ما تنسونيش لايك، كومنتات، واللي ما اشتركش في القناه يشترك. يعني مستنيين ايه؟ انا مش عارفه. ما شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. وما تنسونيش من دعائكم، وباذن الله تعالى اللي جاي اجمل واجمل بوجودكم معايا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بفكركم يا حبايب قلبي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد مني.